العنيف. شارك في أغلب معارك تحرير محافظة ديالى، وها هو اليوم يلتحق بصفوف المقاتلين في معارك تحرير محافظة صلاح الدين. ويقابله أيضا أبو وليد الشمري، الرجل الطاعن في السن والذي التحق بقوة الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم داعش. تقرير هدي العنبكي. يصفونه بالمقاتل العنيف رغم أنه لم يبلغ إلا 12 من العمر. جاء مقاتلا مع أبيه في الحشد الشعبي من مدينة بلدروز الآمنة بمحافظة ديالى إلى محافظة هي الأسخن في العراق، حيث يشارك في معارك طيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وهو الآن أصغر المقاتلين في المعارك. تعرف ترمي بيها؟ أعرف أرمي، لأن شفت أبوي يفسخ وأنا يفسخ بيها راحهم بيها، وأنا شفتها من هناك وجيت من الشهر السادس نقاتل هنا. حسين الذي يجلس خلف سلاح ديمتروف شارك في أغلب معارك محافظة ديالى، منها نوفل وتوكل وبابلان والسعدية وجلولاء، وقد تعرض لإطلاقات القناصة دون خشية، وتمكن من قتل وإصابة العديد من عناصر داعش بحسب شهود عيان. وبعد تطهير المحافظة بالكامل جاء مقاتلا إلى محافظة صلاح الدين وشارك في معارك ومواجهات، وهو لا ينسى استراحته كمحارب صغير. هذا ابني اللي أمام كاميرتكم، هذا كان عمره 3 سنين وهو يتعلق بالسلاح الثقيل، سلاح أحادي 14 ونص، فكان له دور يعني ينتبه علي شلون أرمي شلون كذا هيجي، حتى بأثناء الرمي ما يجفل منها، مع العلم هي صوتها كلش قوي. يعني مرتين اضربها القناص قص العلم اللي بالسياره وهو مهتز ولا دار، قال يبا خلي يولون ما يجوسوني، خلي يولي بهالعباره يقول ما يخافوا. لا انا من الناس اخفي روح هو ما يخفيها. اشتركت في معارك هاي الديالة كلها، مات الشروين والتوكل وبابلان كلها اشتركت فيها، جلولا والسعدي وامام ويس كلها اشتركت فيها، بالديالة كلها انا موجود. وهسه اقاتل في صلاح الدين، الدور وناحية العلم والعظيم كلها انا موجود فيها. هسه مرة معركة بابلان ضربني القناص مرتين وما لا هز لا خوفني ولا ابد. ضربت من داعش ابو علاوه بصراحه؟ اي ضربت منهم، ضرب قتلت وجرحت وحرق السيارات. ومن المقاتل الأصغر إلى أبو وليد الرجل المسن الذي جاء من قبيلة شمر في ناحية كنعان، وقد شارك في معارك لا تعد ولا تحصى. والله أنا من فطنة اليوم مشترك بالمعارك من زمن صدام لحد الآن، مشترك أكثر من 25 معركة، وهنا الناس اللي جماعتي وياي يعرفون بي، يعني 25 معركة، ما عدا الإرهاب بالقرى اللي حرق بيوتنا في محافظة ديالى ناحية كنعان، شمر سكوك، حرق كل اللي بيوت مالنا، هو كله قتال. حسين أصغر المقاتلين في محافظة صلاح الدين، لكنه ليس أقلهم شراسة في محافظة ما زالت هي الأسخن في العراق. من منطقة طيبيجة بمحافظة صلاح الدين، هادي العنبقي، الحرة. مشاهدينا